ازيكم يا اللي مفيش زيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، جبتلكوا طريقة تانية سهلة برضو لتفريز الورق العنب. اهم حاجة يبقى الورق العنب مش مغسول وناشف زي كده، والازازة دي غسلاها ومنشفاها زي كده. شايفينها زي ازاي؟ من غير ولا نقطة مية. لو في نقطة مية في الازازة او في نقطة مية في ورق العنب، الورق العنب دوت هيعفن وهيبقى ريحته وحشة ومش هتعرفي تاكليه. تمام؟ فلازم يبقى ورق العنب ناشف، متجاب كده من عند الناس البياعين ومنشفينه. تاني حاجة بقى، بعد ما بنعمل كده الطريقة بتاعتنا ديت ونحط الورق العنب من غير العيدان فيها، هنشيله بقى تحت السرير، هنشيله تحت النملية، هنشيله تحت اي حاجة. وبعد ما بنشيله نيجي نطلعه بقى. هنطلعه ازاي؟ هنعمل ايه؟ عشان في ناس كتير قوي سألوني على اللايف، انت هتطلعيه ازاي من الازازة؟ كأنها المشكلة كلها في الازازة. انا طبعا بحط ورق العنب كده وبكبس، كل ما احط شوية بكبس علشان الازازة تاخد معايا كله. تمام كده. لما بنيجي بقى بنطلعه من الازازة، دي الطريقة ديت طريقة اخواتنا الفلسطينيين وطريقة اخواتنا السوريين. هم بصراحة بيعملوه كده، وهم اللي كانوا قايلين لي على الطريقة ديت. انا الطريقة ديت عمري ما جربتها، بس بجربها معاكم اهو وان شاء الله طلعت حلوة. هقول لكم جربتها. بصوا، بنشيل الورق كده، ده العنقود دي كده هنشيله بمقص او هنقصهم مرة واحدة، وهنحط كده زي ما انتم شايفين واحدة واحدة. الورقة البايظة بنشيلها ما بنحطهاش، والورقة المبلولة برضو بنشيلها بنحطها في البطرمان، ما بناخدش مبلول. طبعا هو مبلول من ايه؟ عشان هو كان في الشنطة، وكان المبلول ننشفه يعني. لو معرفناش ننشفه فبنعمله بطريقة تانية. تمام؟ بننشفه كده، لو لقينا الورق مندي على بعض بننشفه. دي كده الحمد لله كانت ورقتين بس اللي منديين. هنيجي بقى نعمل ايه لما نيجي نطلعه؟ بنطلعه ازاي؟ بنقص الازازة بالسكينة او بالمقص وبنطلع الورق العنب. طبعا الورق العنب ديت شايله، هتشيل كيلو معايا. لما هتشيل كيلو هيفيد. مثلا لو انا هعمل مثلا دقية حلة صغيرة وفاض مني ورق من الازازة، بشيله بقى في الفريزر. بطلع الورق اللي انا عايزاه اخده استخدمه، والورق اللي انا مش الورقة التانية بروح شايلاه في الفريزر. اروح حطاه مرصصاه كده وحطاه في الفريزر لما اجي احتاجه. طبعا انا ده لسه مش عامل، لسه هيتعمل. ده بقى اتعمل بقاله اكتر من 10 ايام. بصوا الازازه كانت الاول بتروح وتيجي كده، بصوا الازازه بقى دلوقتي عملت ايه؟ ضغطت الغاز اللي في الورق العنب، ضغطها. بصوا مضغوطه ازاي، يعني لما تيجي تفتحيها كده هتفرقع، بس بالراحه. فاهمه؟ اهي لما تيجي تفتحيها تبقى بالراحه وانت بتفتحيها. اتضغطت، ما بقاش فيها هوا. كده بقى كده هي كده، دي خلاص كده، دي صحيحه. بص لونها، اللون كانك سلقتيه وسبتيه. دي بتطلعها على ميه سخنه، ميه سخنه محطوط عليها معلقه خل، وبتسيبيه شويه في الميه السخنه. يعني الميه المغليه تغلي الميه وتحطي عليها معلقه خل ومعلقه ملح، وتروحي مطلعاه طفي عليها النار، تروحي مطلعه عليها اللي في الازازه يغلي. ما يغليش علشان انت بتبقي طافيه البوتاجاز. بعد كده بتطلعيه تروحي حاطه بقى وتحشي بيه زي ما انت عاوزه. دي الطريقه التانيه. فهمت الطريقه التانيه؟ انا عملت لكم الطريقه اللي هي في البطرمان، والطريقه دي التانيه اللي هي في الازازه. الطريقه التانيه ديت ناس كتير قوي شكروا فيها، وانا هطلع من الازازه اللي انا عملتها من اسبوعين ديت، وهطلع منها ونعملها ويبقى زي الفل ان شاء الله. اشوفكم على خير. اللي وصل معايا لغايه هنا ممكن يعمل لي اشتراك في القناه ويعمل لي شير، عشان كل اخواتنا يخشوا يشوفوا الفيديو ويستفادوا منه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.